رفعت المنتظر من نور عتيق البصر يا يوسف يعود رجع يا مرور. المجموع شرح المهذب للشيرازي. المؤلف أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي. الجزء 9. الناشر مكتبة الإرشاد، جده، المملكة العربية السعودية. الصفحة 72. وروى البيهقي بإسناده الصحيح عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: دخل أبو بكر رضي الله عنه عليها وعندها يهودية ترقيها، فقال: أرقيها بكتاب الله عز وجل. وبإسناده الصحيح عن ربيع بن سليمان قال: سألت الشافعي عن الرقية، فقال: لا بأس أن يرقي الإنسان بكتاب الله عز وجل وما يعرف من ذكر الله. قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ الصفحة 73. فقال: نعم، إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله أو ذكر الله. فقلت: وما الحجة في ذلك؟ فقال: فيه غير حجة، فإن مالكا أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر دخل على عائشة رضي الله عنهما وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أرقيها بكتاب الله. قال البيهقي: والأخبار فيما رقى به النبي صلى الله عليه وسلم ورقي به وفيما تداوى به وأمر بالتداوي به كثيرة والله أعلم. فجمهور السلف على أنه يجوز أن يرقي الكافر المسلم، وقد صح هذا كما رواه مالك رحمه الله والإمام الشافعي في الموطأ عن أبي بكر رضي الله عنه، وقد روي هذا مرفوعا ولكن ليس بمحفوظ الرفع، إنما المحفوظ هو وقفه على أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل على أم المؤمنين عائشة ويهودية ترقيها، فقال لها: ارقيها بكتاب الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: يعني ارقيها بشيء فيه ذكر الله، فلا تقرأ عليها بشيء فيه طلاسم أو فيه شرك ونحو ذلك. ومن شروط الرقية أن يقرأ بشيء فيه ذكر الله. أما الراقي فلا أعلم أحد من السلف اشترط أن يكون الراقي مسلما. لو كان كافر رقى لا بأس بذلك كما هو الصحيح، وإن كان حصل من بعض أهل العلم خلاف في هذا فيما بعد، كما هو قول في مذهب أبي حنيفة قال به محمد بن الحسن. المقصود هنا أنه رحمة الله عليهم جميعا، المقصود هنا أن الرقية الكافر للمسلم هي لا بأس بها، وأما رقية المسلم للكافر فهي محل اتفاق بين أهل العلم. واستشكل كأن الأخ السائل الكريم استشكل الجزء الأخير من الآية، قال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سأل يا شيخ عن رقية اليهودي أو النصراني أو غير المسلم يا شيخ للمسلم، وذهاب بعض المسلمين إليهم كما قال. نعم، رقية غير المسلم للمسلم ينظر فيها إلى أصل الرقية. أصل الرقية جائزة ومباحة، ويشترط فيها أن تكون بكلام بين لا لبس فيه ولا خفى، وأن لا يكون فيها شرك، وألا يرافقها محظور يوقع الإنسان في محرم. أما ما يتعلق بهذه الشروط الثلاثة فهي لا فرق فيها بين رقية المسلم وغير المسلم. يشترط في الرقية أن تكون كذلك، فإذا توفرت هذه الأوصاف في رقية الكافر، إذا قرأ كافر على مسلم فإنه
إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة كان بكلام عربي مبين ولم أو كلام مفهوم حتى لو كان بغير العربية في من لا يتكلم العربية، أو وكان لا شرك فيه ولا كفر ولا دعاء غير الله عز وجل ولا سحر فيه ولا يؤدي إلى محظور كأن يكون سببا لدعوته إلى دينه أو الانحراف عن الصراط المستقيم أو بأن يعطيه شيئا من التعليقات أو ما إلى ذلك مما يعلق على الأيدي أو الصدور أو في البيوت. إذا كان لا يفضي إلى محرم فإنه لا حرج في ذلك. مسألة رقية اليهودي والنصراني المسلم نعم. اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين، منهم من قال بالجواز وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال بالمنع والتحريم وهو مذهب أبي حنيفة ونقل عن الإمام مالك. الإمام مالك له قولان، قول بالتحريم وله قول بالكراهة، فيكون هنا ثلاثة أقوال إذا عدينا الكراهة قولا مستقلا. إذا عندنا الآن هذه الأقوال للعلماء رحمه الله. الشافعي يرى الجواز ويشترط طبعا أن يكون كما ذكرت بكلام عربي لا شرك فيه أو بكلام بين لا شرك فيه ولا يفضي إلى محرم. وأما ما يتعلق بالمانعين فالمانعون قالوا إن رقية غير المسلم للمسلم لا تجوز لأنه لا يعلم ما يقولون وقد يقعون في الشرك. وقد روى الإمام مالك من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة وهي وجعة وكانت عندها يهودية ترقيها، فقال لها ارقيها أو ارقيها بكتاب الله. قال لها ارقيها بكتاب الله. طبعا ما كتاب الله؟ كتاب الله قال أهل العلم إنه ما كان من كلام فيه ذكر الله عز وجل، وقال آخرون ترقيها بما تعلمه من كلام الله في التوراة، فالتوراة كلام الله وإن كان جرى فيه تحريف لكن هو طلب منها أن ترقيها بكلام الله الذي فيه دعاء وتوسل وهي سالمة وهي عقيدة سالمة من الشرك على عقيدة اليهود في أصل التشريع سالم من اليهود لكن جرى عليها الانحراف. وقال آخر ارقيها بكتاب الله أي بما تعرفونه من كتاب الله الذي اشتهر الآن اليهود يعرفون بعض كلام الله وقد يقرؤون الحمد لله رب العالمين، فيكون ارقيها بكتاب الله أي كتاب الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود الشاهد هنا هو أن أبا بكر صديق هذه الأمة أقر عائشة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ترقيها يهودية، ولكن نبه إلى أنه ينبغي أن يراعى في ذلك أن ترقيها بكتاب الله عز وجل. وأما المانعون فاستدلوا بما ذكرت من أنه قد يرقيها بكلام شركي، واستدلوا بما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وقالوا إن زوجة عبد الله زينب رضي الله عنها كانت قالت إنه لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقيها فتسكت، فقال لها إنما ذلك الشيطان كان ينخسها بيده يعني عينك فتتحرك فإذا رقاها توقف، فأشار إلى إنما ذلك من عمل الشيطان، فأشار إلى أن هذا الذي كان يأتيها إنما هو من عمل الشيطان وليس ذلك من رقية هذا اليهودي، سكونها ليس من رقية اليهودي إنما من استزلال الشيطان. هكذا قال عبد الله بن مسعود وبه استدل القائلون بالمنع. الذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس برقية غير المسلم للمسلم شريطة أن لا يوقعه في شرك، فإذا جاء